بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أحمد شريف، ويسرني في هذه الحلقة رقم 212 أن نتابع معكم أخبار العالم الإسلامي. فأهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام. دوما أيها الأحباب نستهل بالآية المباركة: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. في مستهل أخبار العالم الإسلامي أيها السادة والسيدات، أتشرف جدا أن أنقل لكم هذا الخبر الذي يتعلق بمؤسسة النجاشي الدعوية الإسلامية هنا في مدينة ميلبورن. تفاصيل هذا الخبر إن شاء الله ستأتيكم في النشرة الإخبارية المقبلة للشهر القادم إن شاء الله بتفاصيل كاملة. لكن هذه بشرى، فقد تمكن نفر عزيز من المسلمين الإريتريين هنا في مدينة ميلبورن، بعد أن سعوا هنا وهناك، تمكنوا أن يضعوا أقدامهم على شراء كنيسة هنا في مدينة ميلبورن وتحويلها لمسجد النجاشي كمركز دعوي إسلامي. نهنئ الجالية الإريترية ونهنئ المسلمين على وجه التحديد هنا في مدينة ميلبورن، المسلمين الإريتريين والمسلمين عامة، على هذا النجاح، على الرغم من أن التحديات ما زالت ماثلة والطريق محفوف بعدد من العمل المضني الصعب في كثير من الجهاد وفي كثير من الجهد. ولكن تسلموا المفتاح على الأقل، ونهنئ المجموعة الخيرة التي سعت ليلا ونهارا داخل مدينة ميلبورن وخارجها، داخل القطر الأسترالي وخارجه، الشرق الأوسط وأوروبا وغيرها. فعلى الأقل الآن تمكنوا من استلام المفتاح، فنقول لهم مبروك وألف ألف مبروك. كلل الله أمانيكم ومساعيكم كلها باليمن والبركات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا عنوان للنجاح لمؤسسة النجاشي الدعوية، وارتأيت أن أفتتح معكم هذه السلسلة الإخبارية لهذا الأسبوع بهذه البشرى العظيمة. تفاصيل هذا الخبر كما قلت سأوافيكم به إن شاء الله في النشرة الإخبارية المقبلة للعام المقبل، يعني في شهر يناير بحوله تعالى. الآن نستمر معكم في متابعة سلسلة من الأخبار الإسلامية. منتدى الريسوني للحوار العلمي ينظم ندوة علمية حول كتاب مقالات منهجية للشيخ أحمد الريسوني. ينظم منتدى الدكتور أحمد الريسوني للحوار العلمي ندوة علمية مميزة حول كتاب مقالات منهجية لفضيلة الشيخ أحمد الريسوني، وذلك يوم 15 من جماد الثاني 1447 الموافق للسادس من ديسمبر 2025. بمعنى تمت المناقشة يوم السبت الماضي بدءا من الساعة 11:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. وافتتحت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم. تلاها عروض ثلاثة لأعمال علمية. العرض الأول بعنوان مقتضيات علوم الوحي، عضال منهج وانحباس أثر، إضاءة نموذجية من كتاب مقالات منهجية للأستاذ الدكتور الشيخ أحمد الريسوني، قدمه الدكتور نور الدين الخادمي. ثانيا العرض الثاني بعنوان الأبعاد العلمية والسلوكية لتفعيل نقد المناهج في تقويم زغل العلم وزلل العمل، قدمه الدكتور الحسن الباز. العرض الثالث كان بعنوان في نقد ثقافة الاتهام، رؤية منهجية لترشيد الاختلاف في الحركة الإسلامية في عصر السيولة الرقمية، قدمه الدكتور محمد النفار. وفي ختام الندوة
قدم فضيلة الشيخ أحمد الريسوني مداخلاته، تلتها فقرة المناقشة والأسئلة والرد عليها من قبل المشاركين. وللذين تمكنوا من متابعة الندوة عبر البث المباشر على منصة الزوم وعلى صفحة أصدقاء الريسوني، بالإضافة إلى قناة اليوتيوب، لإتاحة الفرص لجميع المهتمين بالمشاركة والتفاعل. نحن هنا في قناة سلام أيها الأحباب نبارك لهذه الندوة العلمية الهامة. هذه قناة سلام أيها الأحباب، ومنها تتابعون هذا العرض الإخباري الشهري، نتابع فيه أخبار العالم الإسلامي، فكونوا معنا أيها الأحباب الكرام. هذه قناة سلام أيها الأحباب، ومنها تتابعون أخبار العالم الإسلامي. الآن ننتقل إلى دمشق، حيث كرمت دمشق 250 حافظا للقرآن الكريم، احتفاء بالإيمان وبناء جيل العلم والتنمية، في مشهد بهيج يبهج القلوب ويثلج الصدور. شهدت مدينة دمشق عاصمة الجمهورية العربية السورية تكريم 250 من حفظة القرآن الكريم، تقديرا لجهودهم في حفظ كتاب الله وتشجيعا لهم على مواصلة مسيرة العلم والإيمان. وخلال الحفل أكد محافظ دمشق السيد ماهر مروان الدبي أن حفظ القرآن الكريم يشكل المدخل الحقيقي للعلم والحضارة والمعرفة، موضحا أن هذا التكريم لا يقتصر على الاحتفاء بالشباب والفتيات، بل يشمل أيضا كل أسرة صبرت وضحت من أجل هذا المنهج المبارك. وأشار إدلبي أن هذه الطاقات الواعدة ستبقى ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتعزيز مسيرته نحو العلم والتنمية، لافتا إلى أن المساجد والبيوت قد هدمت، لكن ما في القلوب من إيمان لم يهدم، وما في النفوس من عزيمة لم تكسر. وشدد سيادته على أن جيل القرآن سيظل متشبثا بأرضه، ماضيا في طريق العلم مهما كانت الظروف صعبة والإمكانات محدودة. من جانبه أكد معاون وزير الأوقاف للشؤون الدينية ضياء الدين البرشا أن حفظ القرآن الكريم وحفظته لا يقتصر على التلاوة، بل حفظ القرآن الكريم لا يقتصر على التلاوة فحسب، بل يمتد إلى العلم به والعمل به وتقديم نماذج رائدة في مختلف المجالات. وأضاف سيادته أن رؤية هذا الجمع من حفظة كتاب الله تبعث على التفاؤل ببناء جيل صالح ومصلح قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في نهج ونهضة سوريا. ويأتي هذا التكريم في إطار حرص محافظة دمشق على تعزيز مكانة حفظة القرآن الكريم، بما يسهم في إعداد جيل متوازن يجمع بين العلم والإيمان. أيها الأحباب الكرام، لا زلتم مع أخبار العالم الإسلامي من قناة سلام الإعلامية المباركة. وزارة الأوقاف القطرية توقع اتفاقية لمنصة فتوى توك وربطها بالبحث الدلالي في إسلام ويب، تحديث رقمي شامل بدعم المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. في تفاصيل هذا الخبر، وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر اتفاقية تعاون مع شركة آي هوريزون القطرية المتخصصة في حلول البرمجيات، بهدف تطوير وتحديث منصة فتوى توك التابعة للشبكة الإسلامية إسلام ويب، ذلك ضمن جهود الوزارة لمواكبة التحول الرقمي والارتقاء بخدمات الفتوى المقدمة للجمهور. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور سعادة السيد غانم بن هاشين
الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة. فيما مثل الوزارة في مراسم التوقيع المهندس عبد الله بن محمد المير، مساعد مدير عام الإدارة العامة للأوقاف. جاء دعم المشروع من المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، ربط المنصة بالبحث الدلالي في إسلام ويب. وبموجب الاتفاقية ستعمل الشركة على تطوير نسخة جديدة من منصة فتوى توك، وربطها بنظام البحث الدلالي الذكي في موقع إسلام ويب، بما يمكن المستخدمين من الوصول إلى الفتاوى عبر فهم سياق البحث ومعاني الكلمات، وليس عبر مطابقة المفردات فقط، ما يشكل نقلة نوعية في أسلوب الوصول للمحتوى الشرعي الرقمي. وتتضمن عملية التطوير بناء منظومة تقنية حديثة تعتمد على هندسة تضمن حماية البيانات ورفع كفاءة الأداء وقابلية التوسع مستقبلا، مع الاستفادة من خدمات عديدة لتحقيق أعلى مستويات الاعتمادية. وتشمل التحديثات الفنية للنسخة الجديدة تصميم عصري بمواجهة سهلة وبصرية هادئة، تصفح سريع للفتاوى عبر التحميل التدريجي، عرض مرئي محسن لفتاوى إسلام ويب مع إمكانية فتح النص الكامل، تجربة متجاوبة مع جميع الأجهزة، كما تشمل الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، البحث الدلالي الذكي، تصنيف موضوعي متعدد للمستويات، تخليص الفتاوى، التحويل الصوتي للاستماع للفتاوى، نظام توصيات مبني على سلوك المستخدم، نظام عضوية لحفظ السجل والمفضلة، مشاركة الفتاوى عبر منصات التواصل، تنبيه ذكي للتسجيل بعد عدد من التمريرات، وآلية عرض محسنة عبر قوائم منتقاة لضمان جودة المحتوى. ووفقا لوزارة الأوقاف، يهدف التحديث إلى تطوير المنصة لتكون مرجعا معرفيا ذكيا وآمنا وسهل الاستخدام، يلائم مختلف الفئات العمرية، وخصوصا الشباب الباحثين عن محتوى ديني موثوق بأسلوب عصري. ومن المتوقع عزيزي المشاهد أن يشمل المشروع تعزيز الجوانب التقنية والتفاعلية للمنصة، إضافة إلى الربط العميق بقاعدة بيانات الفتاوى الضخمة لموقع إسلام ويب، تعزيز الحضور الرقمي للمحتوى الشرعي. وبيّنت الوزارة أن تطوير فتوى توك يأتي في إطار رؤيتها لتحديث منظومة الخدمات الرقمية الدينية وتقديم محتوى شرعي موثوق بأسلوب مبتكر يواكب متطلبات العصر، بما يعزز حضور إسلام ويب كأكبر مرجع إسلامي وثائقي عبر الإنترنت يخدم الملايين حول العالم. أيها السادة والسيدات، كان ذلكم هو الخبر المتعلق بالأسلوب العصري الجديد في إسلام ويب ليكون فتاوى توك موثوق أكثر. هذه قناة سلام، منها تتابعون أيها الأحباب أخبار العالم الإسلامي. ندوة علمية تبحث مقاصد الأسرة في التكريم ودورها في حماية الكيان الأسري. في ظل المتغيرات المتسارعة التي تهدد تماسك البناء الأسري، نظمت جمعية البلاغ الثقافية ندوة علمية تحت عنوان مقاصد الأسرة في القرآن الكريم، ذلك بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، في فعالية هدفت إلى ترسيخ الرؤية القرآنية لمكانة الأسرة بوصفها آية إلهية وبنية حضارية تقوم عليها نهضة المجتمعات. أدار الندوة الأستاذ عبد الله البوعينين، مراقب إذاعة القرآن الكريم، وبمشاركة كل من فضيلة الشيخ الدكتور
إبراهيم عبد الله الأنصاري، عميد كلية الشريعة ورئيس مجلس إدارة جمعية البلاغ الثقافية وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفضيلة الدكتور سالم الشيخي، المستشار العلمي لكلية الشريعة وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. المقاصد الشرعية للأسرة، حكمة التشريع وغاياته. استهل الدكتور سالم الشيخي أعمال الندوة بتعريف مفهوم المقاصد الشرعية وبيان الحكمة الإلهية في تشريع أحكام الأسرة، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية تقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد. وأوضح أن الأسرة في القرآن ليست علاقة اجتماعية عابرة، بل جزء من مقصد الخلق الإلهي، مستشهدا بالآية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وبين فضيلته أن كل حكم متعلق بالأسرة من الزواج إلى الفراق يحمل مقصدا وسرا ينبغي فهمه والعمل بدلالاته، وهو ما يشكل ما يعرف بفقه الأسرة. الأسرة آية إلهية ومصنع للمودة والرحمة. وفي مداخلاته قدم الدكتور إبراهيم الأنصاري قراءة مقاصدية لمفهوم الأسرة في القرآن الكريم، موضحا أن الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، تشكل تأصيلا لمفهوم الإنسان بوصفه كائنا أسريا منذ الخلق الأول. وأكد أن المجتمع في الرؤية القرآنية يتشكل من أسر لا من أفراد، وأن الأسرة هي الواسطة التي يبنى من خلالها الفرد وتبنى الأمة. كما تناول الدكتور الشيخي الأبعاد الخمسة لمفهوم اللباس في العلاقة الزوجية، وهي الستر والحماية، القرب الوجداني، التطابق القيمي، والزينة، مؤكدا أنها تشكل منظومة تربط الزوجين بروابط تتجاوز العاطفة إلى التكامل التشريعي والروحي. وتناول الدكتور الأنصاري كذلك مفهوم القوامة من زاوية مقاصدية، مؤكدا أنها ليست سلطة أو صراعا، بل رعاية وحوكمة تقوم على توزيع الأدوار بين الزوجين. وشدد سيادته على أن الأسرة مؤسسة لا تستقيم من دون قيادة مسؤولة، محذرا من تفريغ الأدوار إلى التنافس عليها بما يخل بالاستقرار الأسري. وتحدث كذلك عن المعاشرة بالمعروف كجهاز المناعة الأسري. وتحدث الدكتور الشيخي عن آليات حل الخلافات الزوجية، موضحا أن القرآن الكريم قدم مبدأ المعاشرة بالمعروف بوصفه قاعدة مرنة تتجدد مع الزمان والمكان. وشبه الحاجة إلى بناء قدرة داخلية للأسرة على تجاوز الخلاف أي الخلافات بضرورة تقوية جهاز المناعة لدى الإنسان قبل اللجوء للمعالجات الخارجية، مؤكدا أن التحكيم لا يلجأ إليه إلا بعد استنفاد الحلول الذاتية. الأسرة مصنع التربية وبناء الهوية. واتفق المتحدثان على أن الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى، وأن الأحكام المتعلقة بها هي عبادات تبنى عليها شخصية المسلم منذ نطقه بأول الكلمات. ونبه الدكتور الأنصاري إلى عواقب إهمال التربية، بينما أوضح الدكتور الشيخي أن غرس القيم يقوم على ثلاثة أركان: المعرفة، السلوك، والوجدان. وتطرق المشاركون إلى أبرز التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة اليوم، وفي مقدمتها هيمنة الثقافة الغربية وسيولة المرجعيات وثقافة التفاهة وتسليع الشهوات ومحاولات تقنين الشبهات، مؤكدين أن النجاة تكمن في التمسك بالمرجعية الشرعية والهوية الواضحة والقيم الراسخة. وخرجت الندوة بتوصيات علمية ودبلومات تخصصية. في الختام، أعلن الدكتور الأنصاري عن مشاريع وبرامج تعمل عليها كلية الشريعة بجامعة قطر لدعم الأسرة، من أبرزها
إطلاق دبلوم مهني في التحكيم الأسري بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، كذلك برامج تأهيل ما قبل الزواج وبعده. أيضا تعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة المعنية بإصلاح الأسرة وتنميتها. وأكدت الندوة أيها المشاهدون الكرام في ختام أعمالها أن الأسرة في القرآن الكريم ليست مجرد بنية اجتماعية، بل آية إلهية ومنظومة حوكمة، أي منظومة حوكمة قائمة على المودة والرحمة والتكامل، ومركز صناعة القيم وتشكيل الهوية للأمة بأسرها. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الروم. أحبابنا الكرام، تتابعون هذه الأخبار من قناة سلام الإعلامية المباركة. نواصل معكم سلسلة الأخبار أيها المشاهدون الكرام. البوسنة والهرسك تحتفي بتسليم الإجازات الدينية للأئمة في تعزيز التعليم الديني والهوية الثقافية. احتضن المركز الثقافي البوسني في مدينة توزولا احتفالية رسمية كبرى لتسليم الإجازات الدينية للأئمة والمدرسين العاملين ضمن نطاق مفتي الولاية، في حدث يعكس تواصل التراث العلمي والديني وكذلك مع الحاضر المعاصر. حضر مراسم التسليم رئيس العلماء في البوسنة والهرسك حسن كفازوفيتش وكوكبة من كبار العلماء والقيادات الدينية في مشهد أشبه بعرس علمي يربط الماضي بامتداداته الراسخة ويؤسس لجيل جديد من حملة الأمانة الدينية. الإجازة الدينية وثيقة رسمية للحفاظ على الهوية. الإجازة الدينية في البوسنة والهرسك تمثل عزيزي المشاهد وثيقة رسمية تمنح حاملها الإذن بتفسير تعاليم الإسلام وفق العقيدة الماتريدية والمذهب الحنفي، بما ينسجم مع القيم الدستورية للمجتمع المسلم، ويضمن استمرار المدرسة العلمية العريقة التي حافظت على هوية مسلمي البلقان عبر القرون. الأئمة حماة التقاليد ومربو الأجيال، حيث أكد رئيس العلماء أن الأئمة يمثلون الركيزة الأساسية في حفظ التقاليد الدينية والثقافية، وأن رسالتهم تتجاوز تعليم العبادات لتشمل غرس الأخلاق وترسيخ التفكير الواعي وتوجيه المجتمع لمواجهة التحديات السياسية والاجتماعية. كما حذر من مخاطر الانقسام والتأثيرات الخارجية ومحاولات طمس الهوية الدينية، داعيا الأئمة إلى تعزيز صمود المجتمع. وشدد مفتي توزولا الدكتور فاهد فودولوفيتش على الرمزية العميقة للحدث، مستحضرا الدور التاريخي للأئمة في نشر الحكمة وصون العقيدة الحنفية. وأوضح أن رسالة الإمام اليوم تشمل مهاما تربويا وثقافيا واجتماعيا، إلى جانب رعاية الاحتياجات المعيشية للمجتمعات التي شهدت العودة بعد الحرب. سلسلة العلم الممتدة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث دعا مدير إدارة الشؤون الدينية الحافظ الدكتور منصور ميكولتش الأئمة إلى أداء رسالتهم بحكمة ورفق وأمانة، مؤكدا أن الإجازة الدينية تمثل ثقة متوارثة عبر الأجيال من العلماء وصولا إلى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وكشف الدكتور منصور حوتيتش مسؤول التعليم الديني في مفتي توزولا أن الحفلة شملت تسليم الإجازات ل 263 إماما و20 مدرسا ومربيا في مدرسة برام بيك، على أن تتولى دفعة أخرى بعد استكمال الإجراءات، إضافة إلى منح الإجازات ل 156 معلما
للتربية الإسلامية مطلع يناير المقبل 2026. من جانبهم أكد المشاركون أن هذا الحدث عكس الدور الحيوي للأئمة في بناء وعي ديني راسخ قائم على الأخلاق والتوازن والفهم الصحيح، كما سيسهم في تحصين المجتمع من الانحرافات وترسيخ الهوية الدينية في مواجهة التحديات المتغيرة. بهذا تتجدد رسالة الإمام في البوسنة والهرسك: علم يضيء، وتربية تهذب، ودعوة تحمي الإنسان من التيه في زمن تتكالب فيه الأزمات والتأثيرات، لتظل المؤسسات الدينية الحصن الأمتن للوعي والهوية. هذه قناة سلام أيها الأحباب، منها تتابعون أخبار العالم الإسلامي. جامع الجزائر يطلق أول برنامج دكتوراه للطلبة الدوليين عبر دار القرآن الكريم. أعلن عميد جامع الجزائر محمد المأمون القاسم الحسني عن استعداد المدرسة العليا للعلوم الإسلامية دار القرآن لاستقبال أول دفعة من الطلبة الدوليين في طور الدكتوراه. وأوضح القاسمي في تصريح أدلى به عقب استقباله من قبل الرئيس عبد المجيد تبون أن الجهود الحالية تركز على تعزيز التعاون مع الحواضر العلمية في الدول العربية والإسلامية، لا سيما في القارة الإفريقية، بما يكرس مكانة الجامع على الساحة العلمية والدينية العالمية. وأكد القاسمي أن جامع الجزائر الحريص على أداء دوره الحضاري الشامل يمثل حصنا للمرجعية الدينية الجامعة وفق الرؤية التي عبر عنها الرئيس تبون خلال افتتاح هذا الصرح الديني الكبير، كما استعرض ما تحقق إلى غاية اليوم من مشاريع عبر المؤسسات والهيئات التابعة للجامعة، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار الرسالة الحضارية التي يسعى لها الصرح إلى تجسيدها، حيث تمثل دار القرآن مؤسسة عليا متعددة التخصصات. وتعد المدرسة الوطنية للعلوم الإسلامية دار القرآن أحد أهم مرافق جامع الجزائر، وهي مؤسسة عليا متخصصة للتعليم ما بعد التدرج، تعنى بتدريس مختلف الفروع للعلوم الإسلامية والشرعية، وتشمل تخصصاتها القرآن ومعارف الإيمان والسلوك وحوار الحضارات والثقافات، إضافة إلى مجالات حديثة مثل الأسواق المالية الإسلامية والتكنولوجيا المالية والمصرفية الإسلامية. كما توفر المدرسة برامج في التأمين التكافلي وتاريخ العلوم والرياضيات وعلم النفس الاجتماعي والتربوي من منظور إسلامي، إلى جانب تخصصات متعلقة بتخطيط عمران التراث العمراني والمعماري. وتهدف دار القرآن إلى تقديم تكوين عالي ومتخصص لخريجي مؤسسات التعليم العالمي، إلى جانب تأهيل إطارات ومستخدمي قطاعات الشؤون الدينية والأوقاف لتجديد معارفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني. كما تعمل المؤسسة على تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع هيئات وطنية ودولية في مجالات اختصاصاتها، مما يدعم دورها كمشروع إشعاعي علمي وديني في المنطقة والعالم. أيها الأحباب، هذه قناة سلام، منها تتابعون أخبار العالم الإسلامي، فكونوا معنا أيها السادة والسيدات. انطلاق أولى فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية التي ينظمها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ورابطة العالم الإسلامي في مقر الرابطة بمكة المكرمة، بحضور عدد من كبار الشخصيات العلمائية العربية والإسلامية. يترجم هذا التنظيم الأدوار الكبيرة
التي تطلع بها الرابطة في نشر اللغة العربية وتعليمها بالنظر إلى رمزيتها ومكانتها الرفيعة في وجدان الشعوب الإسلامية، باعتبارها لسان الوحي وصوت الحضارة الإسلامية ومحورا مهما في الهوية. نعتز باللغة العربية بوصفها ركنا مهما في أركان الهوية وجسر التواصل والإثراء مع شعوب العالم. معالي الأمين العام الدكتور محمد العيسي والأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الأستاذ عبد الله الوشمي في المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي أدلوا بتصريحات متعددة. أيها الأحباب الكرام، لا نزال معكم في أخبار العالم الإسلامي من قناة سلام إعلاميتكم المباركة. أحبابنا الكرام، نقرأ عليكم هذا الخبر. استقبلت دار الإفتاء المصرية وفدا من الأئمة والدعاة الوافدين المشاركين في دورة إعداد الدعاء المعاصر التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمي على مدار الأشهر. التقى الوفد الذي ضم دعاة وأئمة يمثلون 6 دول هي الجزائر، نيجيريا، الهند، كازاخستان، غينيا، كوناكري، وغينيا بيساو، طبعا ما فيش إريتريا، بفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية. وقد أعرب عن اعتزازه بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر قيم التسامح والاعتدال، مستنيرا بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذي يولي اهتماما خاصا بتأهيل الأئمة والدعاة الوافدين من مختلف الدول الإسلامية. وأشار إلى أن الأزهر الشريف هو الحصن الحصين للإسلام الوسطي ومنارة العلم التي أضاءت العالم أجمع. وفضلا عن دوره العلمي والتعليمي الرائد، فإنه يحمل رسالة عالمية لنشر قيم التسامح والسلام، مؤكدا سماحته أن مثل هذه اللقاءات تجسد التعاون الوثيق بين المؤسسات الدينية المصرية الكبرى، بما يعكس وحدة المنهج والهدف ويعزز مكانة مصر في خدمة قضايا الأمة الإسلامية. وأوضح أن العلم رحم بين أهله، وأن الفتوى بطبيعتها تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف، شريطة أن لا تخالف نصا شرعيا ثابتا، مشددا على مرونة التشريع الإسلامي وصلاحياته لكل زمان ومكان. وجه الأستاذ الدكتور حسن الصغير رئيس الأكاديمية رسالة شكر وتقدير إلى فضيلة مفتي الجمهورية، أعرب فيها عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، وأثنى على جهود دار الإفتاء المصرية في خدمة القضايا الشرعية المعاصرة، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي ضمن فعاليات دورة إعداد الدعاء المعاصر التي توليها أكاديمية الأزهر العالمية، اهتماما خاصا برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الأستاذ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. وأضاف: نثمن عاليا الدور البارز الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية تحت قيادة فضيلة الدكتور الأستاذ نظير عياد في معالجة القضايا الشرعية المعاصرة وتقديم الحلول الفقهية المستنيرة التي تواكب التحديات الراهنة وتلبي احتياجات المجتمع. وفي ختام الزيارة أعرب الأئمة والدعاء الوافدون المشاركون في الدورة عن شكرهم العميق للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب على رعايته الكريمة وحرصه على تأهيلهم علميا وفكريا. كما توجهوا بالشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ولدار الإفتاء المصرية على حفاوة استقبالها ودورها المتميز في دعم قضايا المسلمين، مؤكدين أن هذه التجربة ستسهم في تعزيز قدراتهم العلمية
ونشر رسالة الإسلام الوسطية في العالم. أحبابنا الكرام، لا زلتم مع قناة سلام وأخبار العالم الإسلامي. المشاهدون الكرام، في آخر الأخبار لهذه الحلقة نطالع هذا الخبر من مجلة أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نشر الدكتور حسن سلمان يقول في صفحته: في ذكرى رحيل خير صاحب ووزير لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جماد الآخرة 13 للهجرة النبوية الشريفة، تصدر مجلة أنصار النبي صلى الله عليه وسلم عددها المميز 43، مهدية صفحات تفيض نورا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الرجل الذي اصطفاه المصطفى صلى الله عليه وسلم رفيق طريق، وارتضته الأمة الإسلامية، وارتضاه الصحابة خليفة على الأمة. قال الدكتور: يضم العدد مقالات عميقة تكشف ملامح شخصيته الربانية ومواقفه الحاسمة في حفظ الدين وصدقه الذي شهد له به النبي صلى الله عليه وسلم. نحن هنا أيها الأحباب نتشرف أن نقرأ مقاطع مما نشره الدكتور حسن سلمان على صفحته. يقول: وقد دلت النصوص الشرعية على هذا الامتداد، ففي الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور. وفي هذا توجيه صريح كما يقول الدكتور حسن سلمان إلى ضرورة الاقتداء بمنهاج الحكم الراشدي والنهي عن المحدثات التي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين. ومن ثم فإن السنة المأمور باتباعها في الحديث تشمل المنهاج السياسي في الحكم وإدارة الدولة، لأن الحديث ورد في صياغ يبرز أهمية الالتزام بمنهج الحكم الصحيح باعتباره من أوثق جوانب الهدي والسنة وأعظمها أثرا في حياة الأمة، وأن الشريعة قد كملت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حاجة الأمة لممارسة الخلافة والحكم في غيبة المعصوم صلى الله عليه وسلم كانت ماسة، كما ستعالج مجالات وموضوعات لم تقع في حياته صلى الله عليه وسلم. ومن خلال النموذج النبوي والراشدي يكتمل التصور النظري والعلمي للمنهاج السياسي الإسلامي في ظل قيادة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم والخليفة والإمام غير المعصوم. ولما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أول خليفة للمسلمين عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شكلت خلافته المرحلة الأولى من التطبيق العملي للمنهاج السياسي الإسلامي بعد انقطاع الوحي وانتقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وتميزت فترة خلافته بجملة من الخصائص التي أبرزت الأسس الشرعية في اختيار الحاكم وبيعته، كما كشفت خطبته الأولى عن ملامح برنامجه السياسي، وكذلك والتي تعد وثيقة مهمة في الفقه السياسي الإسلامي من حيث تحديدها لطبيعة السلطة ووظائفها ومسؤوليات الإمام وحقوق الأمة. ومن هنا يرى الدكتور حسن سلمان تسعى هذه المقالة والتي تليها إلى إبراز جانبين رئيسيين من التجربة السياسية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. واحد، منهج اختيار الأئمة لأبي بكر الصديق وبيعته ومن طوى عليه من شورى
ورضا عام وقواعد سياسية راسخة معالم برنامجه السياسي كما وردت في خطبته الأولى وما تحمله من مبادئ عقدية وأخلاقية وسياسية. ثانيا، شكلت أساس الحكم الراشد، وتهدف هذه القراءة كما يرى الدكتور إلى بيان أن التجربة السياسية الراشدة ليست مجرد أحداث تاريخية، بل هي مرجعية معيارية تستند إليها دراسات السياسة الشرعية، وتسهم في توجيه النظر المعاصر نحو نموذج حكم يقوم على العدل والشورى والأمانة وصيانة المجتمع من الفساد والفرقة. ربما سيداتي سادتي نطالع معكم المقالة الأولى والثانية بعد نشرها على صفحة الدكتور حسن سلمان في برامجنا المقبلة إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، كنتم مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية كرسناها لأخبار العالم الإسلامي. آمل أن نكون أيها الأحباب قد قدمنا لكم شيئا مما يعنينا نحن كمسلمين في أخبار بلادنا الإسلامية. أعود مرة أخرى لأذكر عنايتكم وأذكر بهذا الخبر السعيد لكل المسلمين هنا في هذه المدينة، مدينة ميلبورن أستراليا، بأن تمكن نفر عزيز من المسلمين الحادبين والأصحاب الهمم والعزائم من شراء كنيسة لتحول إلى مسجد تحت مسمى مؤسسة النجاشي الدعوية، وذلك وفق القانون الأسترالي. طبعا تحديات لا زالت ماثلة والديون موجودة متراكمة، ولكن الله سبحانه وتعالى سيسخر لهذه المؤسسة أن تتعافى من ديونها والتراكمات التي عليها. ومن هنا ندعو كل المسلمين في العالم عموما، هذه دعوة خاصة لم أكلف بها من قبل المؤسسة، ولكني أتقدم بها إليكم كمسلم تعنيني دور الإسلام والمراكز والمساجد. وعبر هذه القناة المباركة أيها الأحباب ادعموا هذه المؤسسة بما تستطيعون، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أحبابي في كل مكان، حاولت أن أقدم لكم شيئا من أخبار عالمنا الإسلامي، أرجو أن تكونوا قد تابعتم شيئا من تلك الأخبار. أعود مرة أخرى إلى رفقائنا وزملائنا في الإدارة والتسجيل والتنظيم، إلى زملائي الفنيين والمخرجين في قناة سلام الإعلامية المباركة، راجيا لهم أن يكونوا دوما في أمان الله وحفظه. إذا كان هنالك خلل فني فأنا اجتهدت والحمد لله. أن تعمل تقرأ وتدخل صورة وتعمل هذه مسألة متعبة. وأؤكد أعزائي المشاهدين أن منهجية تقديم الأخبار في الإعلام له منهجية خاصة، يعني تقديم الأخبار لها منهجية خاصة، عليها أن يعني في أسس تقوم عليها نشرة الأخبار أيا كانت الأخبار. لكننا في حالتنا الإرثرية الخاصة أحيانا نكسر قواعد الإعلام التي درسنا عليها وندرس عليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لكن نتجاوز تلك الأطر العلمية لنقدم ما يمكن تقديمه، حيث نعمل في أماكن مختلفة واتجاهات متباعدة، ولكنها تجمعنا روح إسلامية وروح دعوية هنا وهناك. أيها الأحباب الكرام، فاقبلوا مننا الخروج عن نسق الأخبار حتى تقديمه حتى تحرير ما إلى ذلك، ولكن هذا جهد المقل. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه فإذا أبيد من اللسان أبيد. كنت معكم في تقديم هذه النشرة في إعدادها وتقديمها محدثكم أحمد شريف، وحتى ألتقيكم لكم مني أحلى الأمنيات، ومن زملائي الفنيين كذلك أمنيات طيبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.